السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الله سبحانه وتعالى اليوم السوق، اليوم الأحد، حي المصلاة. دابا هادشي يكون ربيع تسويلي جلسانة زوينة. المهم هانتوما اللي هضرنا عليه راه مازال، راه مكاينش النظافة. ها هو المحراب، شوف التدنيس ديال المحراب. نطلبو الله عاوتاني ربي يعاوننا نجيو نحيدو هادشي هذا. شوف عزكم الله الغائط فهمتي في المحراب. هادشي هذا راه لا حول ولا قوة. ها نتوما شوف كاين اللي كاع مازال طري كاع. هادشي راه اغلبيه راه كما قلنا ذاك المره، راه الا كان بنادم بعقلو وجا دار هادشي هنا راه الله يسر. راه الذنب عظيم مع الله سبحانه وتعالى. داير هاد بلاصه المحراب راه بحال الجامع فهمتي. ولكن الناس اللي مرض راه مسؤوليه ديال الدوله. راه الناس مرض هنا مساكن الدوله والجمعيات اللي عندهم الايواء، الجمعيات اللي عندهم الخيريات، الجمعيات اللي عندهم كذا، ومستشفيات ديال الامراض العقليه. خصهم يديروا حل لهاد الناس هادو اللي مرض مساكن اللي تيباتوا في الزنقه. الظاهره هادي كاينه بزاف في هاد المدينه هادي وفي كل المدن المغربيه. وكما شفنا فيديوهات بحال الدري مسكين ايوب اللي قابض امو مسكين بالسناسل، ام كبيره، وهذيك الاخت اللي مسكينه رابطينها دايرين عليها قفاص، هذاك الدري اللي داير له قفاص. يعني اين هما المستشفيات؟ انهم المستشفيات ديال هاد الناس هادو اللي خصهم عنايه خاصه، واللي خصهم انهم اللي يعنى بهم، او انهم اللي شنو سميتو، اللي ان هادشي خصو يكون تعاون ونخدموا بواحد الجديه. بعد دابا كاين مستشفى في ازروي مسدود، الطبيب هذاك شنو سميت داك الطبيب اللي مستشفى كبير مسدود، حتى السميه ديالهم نسات لي. كاين بزاف ديال المستشفيات، كاين بزاف هنا في مدينه فاس مثلا، كاين يعني بزاف ديال بنايات هي مهجورين. خدموهم والحمد لله. كاين شباب هي عاطل على العمل، ونتعاونوا ونديروا شي بروجي وبنادم فهمتي يعاون هادوك الناس. واخا حماق او واخا مرض فيهم طاقه، راه يمكننا نخدموا العلم والتكنولوجيا في هذا الباب هذا. كيفاش تخرج الطاقه البشريه، كيفاش تستافد من داك الطاقه الحيويه اللي عند الانسان. يعني الله يهدي ما خلق. نطلبوا الله سبحانه وتعالى التوفيق. والانسان خصو يشارك في هذا العمل، تكون التوعيه بحال دابا هادو اللي جالسين مثلا تيلعبوا الكارطات يضيعوا وقتهم، خصهم يشاركوا في هذا العمل الجماعي. واخا بنادم كبير، ولكن الوعي كلشي بسبب الوعي والتلوث. هانتوما الله يهدي ما خلق. نطلبوا الله التوفيق.